السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، إلى روح الشهيدين الصدرين والنجلين، وشهداء آل الصدر، وشهداء الإسلام، وأمواتنا وأمواتكم. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات. الفاتحة. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. الخطبة المركزية. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً دائماً أبداً سرمداً. والحمد لله كما يحب الله أن يحمد، والحمد لله كما هو أهله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكايده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصايده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم أخسئه عنا بعبادتك، وأكبته بدؤوبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتقه. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين المنتجبين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الحق تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. أولئك الذين صدقوا، وأولئك هم المتقون. أيها الأحبة، في هذه الخطبة تسمعون وثيقة العهد التي خطت براعي سماحة القائد السيد مقتدى الصدر أعزه الله تعالى. باسمك اللهم إن هذا عهدي بيني وبينك، فوفقني لأدائه والالتزام به بحق محمد وآل محمد، ولا تغفر لي إن تهاونت به أو تغافلت عنه، أو عصفت بي أهواء شهواتي، أو غرتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها. اللهم فاشهد إن العهد كان مسؤولا. أتعهد بيني وبين ربي ألا أحيد عن حب الشهيدين الصدرين قدس الله أسرارهم
وأن ألتزم بوصايا وأوامري ونصائحي من قلدت منهما، وأن لا أقلد ابتداء إلا من كان ملتزما منهجهما، وأن ألتزم نهج من قلدت من الشهيدين الصدرين قدس الله أسرارهم، وأن أخلص له في دنياي وآخرتي، وأن لا أنساه بالدعاء والفاتحة في صلاتي وحياتي، وأن أرد له الجميل في ذريته وأهله، وأن لا أنسى وصاياه. شنو وصاياه؟ بالابتعاد عن الباطل وأهل الباطل كالاستعمار الكافر والبعث الظالم والشيطان الرجيم ومدعي السلوك الباطني المنحرف، وأن أتبرأ من كل من ادعى فيهم آل الصدر وبالأخص ابنهم مقتدى الصدر بأنه الإمام المهدي عجل الله فرجه، وأن أقاطعهم وأبتعد عنهم ابتعاد الفرد الصحيح الكامل عن الكلب الأجربي والمنحرف الأخرق، وأن لا أرضى بالفساد وألتزم إصلاح النفس قبل إصلاح الآخرين، وأن أصلح عقيدتي بلا إقلال ولا غلو في مذهبي أو في حب أهل البيت والأولياء الصالحين، وأن لا أثير الطائفية ونعراتها ولا القومية وأتونها، وأن أتمسك بحب الوطن ولا أنتمي لغيره، وأن ألتزم بالشرع فأبتعد عن الموبقات والمحرمات، وأن أرفض وأستنكر كل خطيئة ولا أقر بها أو فعل محرم ضد الشرائع السماوية كالمثلية والموبقات الجنسية، وأن أبقى بكل ما أوتيت من قوة ضد التطبيع مع العدو، وأن لا تعصف بي رياح الفساد فلا أكون كسعفة في مهب الهواء والشهوات والملذات، وأصون نفسي قدر استطاعتي عن المعاصي والذنوب والآثام قدر استطاعتي، كما علمني مرجعي وأدبني قائدي، وأن ألتزم بحب كل عراقي مسالم صالح لوطنه، ولا سيما عائلتي التيار الصدري مو مشامر ما بيناتنا على الفيسبوك، وأن لا أكون ضمن تجمعات مشبوهة تريد النيل من العراق والمذهب والتيار وما أكثرهم، وأن أنتبه لكل مخططات الأعداء الخبيثة كتفريقهم لوحدة الصف أو تشكيكهم بمرجعيتي وما أكثرهم أو قائدي وتفعيلهم للأفكار المنحرفة أو ادعاء المهدوية، والكل منهم براء، وأن ألتزم بصلاتي وواجباتي وأترك ما استطعت من المحرمات كالكذب والنميمة والغيبة، وأن أبتعد عن المال الحرام. لقمة حرام واحدة في البطن تمنع استجابة الدعاء أبد الآبدين، لقمة واحدة. لذلك يأكد السيد: وأن أبتعد عن المال الحرام والنظر الحرام والأكل الحرام وكل ما فيه شبهة وتسافل، وأن أصون الدم العراقي، وأن لا أنجر إلى الفتنة التي لهث خلفها عشاق الدنيا والسلطة، وأن أكون من الممهدين لظهور مولانا الإمام المهدي روحي له الفداء عجل الله فرجه الشريف بأفعالي وطاعتي لله تعالى، والله ولي التوفيق، وعلى ذلك أوقع وأبصم بدمي وأن لا أحيد ما حييت. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر
إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله. الخطبة الثانية تذكير بالسيد الشهيد، فإن في ذكره منفعة كما هو يقول رحمة الله تعالى عليه. وأيضا استكمالا لوثيقة العهد اللي عاهدنا بها محمد الصدر وابنه. ولا يظن أحد أنها رد فعل على شخص معين صدر منه شيء، لا، الذي صدر يعبرون عنه ما وقع لم يقصد. أكتفي بهذا التعبير، ولكنها ذكرى للسيد الشهيد، وخصوصا ونحن على أعتاب الفاجعة العظيمة الكبرى شهادته في شهر ذي القعدة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. يا ربي، اللهم عليك بمن ظلمني وأنت تعلمه، اللهم خيب أمله وأزل ظلمه واجعل شغله في بدنه ولا تفكه من حزنه، وصير كيده في ضلال وأمره إلى زوال ونعمته إلى انتقال وسلطانه إلى اضمحلال، وأمته بغيظه إذا أمته وأبقه لحزنه إن أبقيته. اللهم وقني شر سطوته وعداوته، فإنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وعجل فرجهم يا أرحم الراحمين. عباد الله، اتقوا الله وأحسنوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الخطبة على نقاط. 1. قال الحق تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ومن الأمور المهمة التي حث عليها الشرع المقدس هي مسألة الإحسان للمسيء. الإحسان مو للمحسن، اسمع، الإحسان للمسيء، فضلا عن رد الإحسان بإحسان مثله أو أفضل منه. ومن هنا جعلها الحق مسألة رد الإحسان من نعمه وآلائه، كما في الآية المباركة: ولا ينكر إلا مكابر أن السيد الشهيد محمد الصادر رضوان الله على روحه المقدسة محسن، بل هو عين الإحسان على العراقيين، بل على الإسلام جميعا، لأنه أخرجنا من ظلمات الجهل إلى أنوار العلم، ومن الجبن والخنوع والانحطاط إلى أعلى درجات الشجاعة ومراتبها والإقدام، ومن الابتعاد عن الله إلى الاقتراب منه، بل هو المحسن علينا ولنا في أمور مادية ومعنوية وأخروية ودنيوية. ولكن يا ترى هل قابلنا إحسانه بهذا الإحسان أو بإحسان مثله؟ إن شاء الله أنتم من المحسنين، إن شاء الله أنتم الحاضرون في صلاة الجمعة. الكلام ليس لكم، إن شاء الله كلكم مع محمد الصدر بحق محمد الصدر.
أم أن الأكثرية أساءت له بالخصوص منا نحن الصدريين؟ وإلا لماذا صدرت الوثيقة؟ المهم مسوي له وثيقة مقتضى الصدر، صلي وصوم وكذا ولا تسوي غيبة ولا تسوي نم. إذن ذن موجودات، إذن ذن إساءة لمحمد الصدر، صحيح ولا؟ كان ليش مسوي وثيقة؟ وإلا لماذا صدرت الوثيقة الأخيرة؟ وهذا هو نكران الجميل ومواجهة الإحسان بالإساءة. أفهذا جزاء الوجه الذي كأنه البدر ليلة تمامه؟ أهذا جزاء تلك الشيبة المقدسة التي كأنها الغمام الأبيض يمطر جديب ضمائر خوت وهوت تحت أقدام الباطل؟ أهذا جزاء تلك اليدين المريضتين والتي لم تعالجا لكثرة ما اشتغلتا به من الذب عن الإسلام والمذهب؟ أفيكون جزاء الهامة والرأس العالي بطاعة الله بالإساءة إليه كما فعل معها الهدام لعنة الله عليه، إذ جعل فيها حفرة واسعة من وابل رصاصه؟ أفيكون جزاء أقدامه التي لم تكد تحمله أن تسعى أقدامنا للباطل والشهوات المحرمة؟ 2. قال الحق تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ومن أوضح مصادق هذه الآية المباركة في زماننا الذي عشناه هو السيد محمد الصدر رضوان الله تعالى عليه، فبعد أن مكنه الله تعالى وساق إليه زمام الأمور نهض بأعباء الإسلام والمذهب في العراق بعد أن أغلق كل من على أرض العراق فمه خوفا وجبنا وتقية من الهدام، فأقام الصلاة وآتى الزكاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر كما نصت الآية الشريفة تماما، ولم يتخذ جانب الصمت أو التقية طوال حياته. وكانت نهضته في زمن عصابة هدت للدين أركانه وشيدت للفجور بنيانه، ووصلت إلى أعلى مراتب الطغيان، فسحقت كرامة الإنسان وأعدمت الشيب والشبان وأهانت المؤمنين وكرمت الفاسقين والمفسدين، فانطمست حينها الفضيلة وانتشرت الرذيلة. فقام لهم السيد الصدر بالرغم من قلة الناصر، كانوا أنصار قليلين على عدد الأصابع وكثرة الواتر، صير عدوي، صير ضدي بس لا تحكي علي، ما تريدني لا تحكي علي، لا ما أريدك وأحكي عليك. وتهم تكال إليه، عميل، جاهل، مجنون، بعثي، رجل السلطة. ومع كل ذا قام عليه السلام مجاهدا وعن دين جده ذابا ومكافحا بعد أن ذبح الخوف الذي زرعه الهدام في القلوب، وبذل بدله شجاعة الليث الهيوب فأصلح من كسر وأحيا شريعة سيد المرسلين خير البشر. 3 وأخيرا، جاء الوليد بن عقبة إلى علي بن أبي طالب عليه السلام قال له: يا أبا الحسن إنك قد وترتنا جميعا، أما أنا فقتلت أبي يوم بدر وخذلت أخي عثمان يوم الدار، وأما سعيد فقتلت أباه يوم بدر، وأما مروان فسخفت أباه عند عثمان إذ ضمه إليك، ونحن نضراؤك من بني عبد المطلب، ونحن نبايعك اليوم. أريد نبايعك، شوف علي من يبايعون علي بن أبي طالب. ونحن نبايعك اليوم على أن تضع عنا ما أصبناه من المال في أيام عثمان، وإنا إن خفناك، إذا خفنا منك التحقنا بالشام ونروح المعاوية. شوف يواجه الحاكم الشرعي يقول له، شوف الحاكم شو يقول له،
فأجابه بصوت الحق سلام الله عليه: أما ما ذكرتم من وتري إياكم فالحق وتركم، الله كتلكم مو أني، وأما وضعي عنكم ما أصبتم من المال فليس لي أن أضع حق الله عنكم ولا عن غيركم، بس إذا خفتوا مني إيش أسوي؟ أسجنكم مثل الآن ما يحدث؟ ولكم علي إن خفتموني أن أؤمنكم، أنتم آمنين ما لي علاقة بكم. فهكذا كان عليه السلام لا يستجيب للدعوات المنحرفة عن دين الحق لأنه مع الحق ولن يفترقا أبدا. هذه هي الحكومة عند علي بن أبي طالب عليه السلام، فالحكومة عنده لا تساوي عفطة عنز. واعلم أن هذا مع قدرته على الترف بالحلال لا بالحرام. أليس هو القائل: ولو شئت لاهتديت إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، لكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا عهد له أو طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع، أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرثا وأكباد حرا، أقنع أن يقال من نفسي هذا أمير المؤمنين. هي هاي الدور الألقاب، هذا رئيس الوزراء، هذا وزير التجارة ووزير الكهرباء ورئيس البرلمان، هذا المرجع الفلاني، هذا الفلاح الفلاني، هذا مدير المدرسة ورب العائلة الفلاني. هي تكفي؟ أقنع أن يقال هذا أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش. فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها أعلفها. هذه هي القيادة الصالحة عند أمير المؤمنين، وهكذا كان شهيدنا الصدر رضوان الله تعالى عليه يستطيع أن يتمتع بدنيا مع الحلال، لكنه رفض كل الإغراءات وحارب الظالمين ولم يعبأ بالقتل طرفة عين أبدا. فأين من يدعي الوصل بأمير المؤمنين؟ فقد أهلكتم الحرث والنسل بتعصبكم وعنادكم وميل كل واحد منكم لحزبه وجماعته، وضحيتكم هم العزل والأرياء من الشعب العراقي. ولمثل هذا أحيا شهيدنا الصادر الفريضة المعطلة الجمعة المباركة التي أنتم فيها الآن وأحييتموها، لكي يسير بسيرة جده علي عليه السلام ويرسي دعائم الحق في العراق. ولذا في كل فترة يقتل بقتلة معينة، ولذا في كل فترة محمد الصدر يقتل بقتلة معينة. شنو النتيجة؟ فيحيا هو ويموت القاتل، وما هذا إلا لأنه ولي الله حقا وأحكم وطبق تعاليم السماء صدقا وعدلا. بس هاي الأمور مع الأسف الشديد اللي بيناتنا اللي ضدنا كعراقيين يفرح لها الاستعمار الغربي، لكن مسيرة محمد الصدر مستمرة وستستمر بالمخلصين من أبناء التيار الصدري وتحت قيادة ولده السيد القائد مقتدى الصدر أعزه الله، الذي دعا القوم فرد الكثير عليه داعيه واتخذوا منه عدوا، وهو لا يريد لهم إلا الإصلاح ما استطاع. فتارة يتظاهر يعتصم يضرب عن الطعام، وأخرى الاستبيان ورفضه التطبيع، وآخرها الوثيقة الخاصة بنا وبغيرنا. فاستخدم شتى الطرق لرفض الفساد، لكن بقي القوم وبعضهم منا في بون شاسع منه وعن نهج الصدر المقدس وهموم الشعب وتطلعاته، وآخرون الطبقة العليا وآخرون التهوا في سن القوانين التي تخدم مصالحهم الفئوية والشخصية والحزبية. ونحن نعتقد، اسمع أخي، هذا آخر سطر، ونحن نعتقد أن سبب هذا كله هو سكون الحليم، مو سكوت. آل الصدر لا يسكتون، يسكنون يباوعون الأحداث. آل الصدر لا يسكتون،
ونحن نعتقد أن سبب هذا كله هو سكون الحليم، فنقول احذروا غضب الحليم الذي تعرفونه إذا بدد سكونه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين ببركة محمد وآل محمد الطيبين